اصل الجواز والطلاق دي حاجه بتاعت ربنا، اسمه ونصيب. عوضي اللي استفاد طبعا. العوضي اللي استفاد. اصل هي هتستفاد ايه؟ ده متجوز ياسمين عبد العزيز. لو جبتي بيبي من الشارع هيقول لك العوضي اللي استفاد. ما شاء الله دلوقتي بيعمل مسلسل بطولته. في برنامج تلفزيوني اتكلمت الفنانة بدرية طلبة عن انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. فلما المذيعة سألتها عن مين المستفيد أكتر من الجوازة دي، ردت بدرية وقالت: ياسمين نجمة كبيرة، هتستفاد إيه؟ لو جبت طفل من الشارع هيقول العوضي استفاد من ياسمين. والدليل إنه بيعمل مسلسل لوحده للسنة التانية على التوالي. وعن نوايا العوضي في الاستفادة من الزواج، قالت بدرية إن النوايا دي ما يعلمهاش إلا ربنا، وإن الجمهور هو الحكم في النهاية. ووجهت رسالة لياسمين عبد العزيز وقالت: والله العظيم يا ياسمين، مش أنا بس اللي عندي استعداد أرمي نفسي في النار عشانك، ده في ملايين في العالم كله، ومش هقول في الدول العربية بس. وكمان قالت إن الجمهور بيعشق ياسمين وبيدافع عنها دايما، وإن العوضي هو المستفيد الأكبر من جوازه بيها، إنما ياسمين محققتش مكاسب من العلاقة دي. هو استفاد كتير منها وكان بينهم حب كبير، لكن ياسمين ما استفادتش حاجة. هي هتستفاد إيه؟ هو اللي استفاد، ده كان متجوز ياسمين عبد العزيز. ولو جبنا حد من الشارع هيقول إن العوضي هو اللي استفاد. بدرية كمان قالت إن العوضي بيشارك السنة دي في بطولة مسلسل خاص بيه، وقالت إن السنة دي هي اللي هتحدد نجاح العوضي من عدمه. ياسمين كانت السبب في إنه يكون بطل في الموسم الرمضاني. وكمان قالت إن العوضي ممثل شاطر، وإن الجمهور هو اللي هيحكم إذا كان نجاحه بسبب ياسمين ولا بمجهوده الشخصي بعد الانفصال. في النهاية بدرية شددت على إن النوايا ما يعلمهاش إلا ربنا، وإن كل واحد هياخد على قد ضميره. في الآخر بقى زي ما بيقولوا كل شيء اسمه ونصيب، ومهما كان اللي حصل محدش هيقدر ينكر إن ياسمين عبد العزيز نجمة كبيرة وليها جمهور بالملايين، وإن العوضي ممثل شاطر. بس السؤال الحقيقي هنا بقى، هل العوضي هيقدر يثبت إنه ناجح فعلا بمجهوده، ولا فعلا كان نجاحه مرتبط بياسمين عبد العزيز؟ السنين الجاية هي اللي هتجاوب، وفي النهاية ربنا يوفق كل واحد في طريقه. سلام.